الفلافل أو الطعمية من الوصفات الأساسية على السفرة المصرية وخاصة يوم الجمعة. دلوقتي سعرها عالي قوي طبعا عشان الزيت مش عشان الفول. سعر الفول عادي زي ما هو اللي بيتعمل منه الفلافل أو الطعمية، لكن سعر الزيت هو اللي علا عشان كده علوا السعر جدا. يعني عشان أسرة مكونة من 5 أفراد ممكن تجيب ب10 جنيه فلافل الصبح، طبعا ده غير العيش والحاجات التانية. فاحنا هنعملها في البيت وهنوفر، وهتقعد معاكِ فترة إن شاء الله كويسة جدًا، يعني مثلًا هتقعد معاكِ أسبوع، نُص كيلو هيقعد معاكِ أسبوع، هتعرفي كل أسرارها، والناس اللي بتشتكي إنها بتتفُك منها أو إنها بت ب لمّا تحطها في الفريزر بتطلع معاها ما تبقاش حلوة، إن شاء الله تتعلمي في الفيديو ده إزاي تعملي الفلافل بطريقة حلوة جدًا، وتخزّنيها كمان إزاي، وتعملي أحلى ساندويتش، تضيفي عليه بقى طماطم وتضيفي جرجير، مخلل، كل الإضافات اللي أنتِ عايزاها. إن شاء الله تتابعي معايا الفيديو ويعجبِك، نسمي الله ونبدأ الوصفة. أول حاجة أنا جبت نُص كيلو من الفول وغسلته كويس جدًا ونقعته لمدة 4 ساعات، لحد كده ما تمسكي الفول هتلاقيها طرية معاكِ وبتتقسم، وده طبعًا عشان أمّا تحطيها في الكبة أو في الخلاط ما تبوظهاش، وكمان ما تفرولش معاكِ بعد كده، فمهم جدًا إن أنتِ تنقعيها. بعد كده هتصفيها في مصفى وتحطيها بقى لطبق عميق عشان تضيفي لها بقية المكونات. أنا هنا مستخدمة بصلة حمرا قسمتها كده ل4 أرباع، وكمان 4 فصوص من التوم. نيجي بقى للخضرة بتاعتي، عندي حزمة من الكرات وحزمة من البقدونس والكزبرة، ولو عايزة تضيفي كمان بصل أخضر ممكن تضيفي، بس أنا هنا اكتفيت بالكرات. غسلتهم كويس جدا، وخلي بالكم الكرات من جوه بيكون كده فيه أتربة، فتنقعيه كويس قوي وتغسليه واحدة واحدة بإيدك علشان بيبقى فيه تراب جامد. نيجي هنا بقى طريقة فرم الفلافل. أنا هنا هاستخدم الخلاط، وما تخافوش أبدًا الخلاط بإذن الله مش هيبوظ ولا هيجرى له حاجة، عن تجربة أنا مستخدماه كذا مرّة وبيطلع معايا مضبوط جدًا. طب أنا ليه ما استخدمتش الكبة؟ بعد وصفات كتيرة الحقيقة للفلافل وجرّبت حاجات كتير، أكتر حاجة ضبطت معايا هي الخلاط، علشان بتطلع كده قوامها ناعم وبيخلّيها مضبوط معاكِ. لو أنتِ قلقانة الخلاط بتاعِك مش مضبوط أو خايفة إن هو يبوظ، ما فيش مشكلة اشتغلي في الكبة. بس هتشتغلي هنا في الخلاط وما تقلقيش ليه. أول حاجة إن أنا قسمت الكمية على حاجتين، على مرتين. قسمت نُص كمية الفول، يعني حطيت ربع كمية الفول، وكمان البصلة بتاعتي أخدت نُصّها وفصين بس من التوم ونُص الخضرة، وضِفت كوباية من المَيّة وهابتدي اللي أنا أشغّل عليهم الخلاط. طب كوباية المَيّة ديّة مش هتشربها الفلافل وتيجي بقى نحطها في الزيت هتفرول معايا؟ لأ، هاقول لِك بقى الطريقة إحنا إزاي هنتخلّص بعد كده من المَيّة دي. يبقى أنا هاقسم الكمية بتاعتي على مرتين، وكمان هاضيف كوبايتين من المَيّة، كوباية في أول جزء والكوباية التانية على الجزء التاني. وهتبتدي بقى اللي أنتِ كده تفتحي الخلاط بتاعِك على المرحلة التانية على رقم 2، وتوقّفيه كل دقيقتين كده توقّفي. وبعد كده تمسكي المعلقة لو حسيتِ إنها تقيلة على الخلاط كده ومش بتتقلب معاكِ، هتمسكي المعلقة السيليكون وتبدئي اللي أنتِ تنزّلي الخليط بتاعِك لتحت عشان كلّه يتضرب معاكِ. زي ما أنتِ شايفة بقى كده ما شاء الله الخضرة ابتدت إنها تندمج، وكمان شوية المَيّة اللي إحنا حطيناهم ساعدت كويس أوي إن إحنا نضرب كل الكمية من غير ما الخلاط يحصل له أي حاجة بإذن الله. ما تقلقيش على ضمانتي، وبجد هتاكلي أحلى فلافل مضروبة في الخلاط. وطبعًا اللي ساعدِك على كده إن أنتِ قسمتِ الكمية بتاعتِك على مرتين، وكمان ضفتِ المَيّة. بعد كده ما خلّصت بقى الفلافل بتاعتي جِبت الصفّاية أو المصفى، وابتديت اللي أنا أصفّي الفلافل عشان أنزّل كل المَيّة الزيادة اللي فيها. الحركة دي مهمة جدًا، ما ينفعش اللي إحنا ناخد الفلافل زي ما هي كده ونبتدي نشتغل فيها، لإنها حتى لو ضبطت معاكِ أول مرّة، بعد كده لمّا تيجي تفرّزيها وتحطيها في الفريزر وتيجي تستخدميها هتلاقيها فتحت وفرولت معاكِ. يبقى أنا هاصفّيها كويس جدًا من المَيّة، وكمان وأنا باصفّيها هابتدي اللي أنا أضربها كده، أضربها زي كده ما أكون باضرب الكريم شانتيه، برضه الحركة دي بتخلّيها هشة بترفع معاكِ. بُصّي بقى القوام بتاعها عامل إزاي، متماسك ونزّلت منه كل المَيّة وفي نفس الوقت هش، فبجد اعمليها بالطريقة دي وإن شاء الله هتضبط معاكِ. هنا بقى بعد ما خلصت الكمية بتاعتي جبت أكياس التلاجة وابتديت اللي أنا أفرّزها فيها. هتبططيها بإيدِك كده علشان تكون سهلة عليكِ لمّا تطلّعيها ما تتهدرش معاكِ، وهي متلجة بتفتحي الكيس كده بالمقص وبتطلّعيها وبتسيبيها على الرخامة لحد ما تفُك معاكِ خالص، أو بتحطيها دقيقة في الميكروويف وبتشتغلي بيها. بجد إن شاء الله اعمليها بالطريقة ديّة وهتدعي لي.
ادي الفلافل بتاعتي اللي انا خدت منها حبة بقى عشان اشتغل فيها، وزودت لها هنا كده من فوق شوية شطة. ممكن كمان لو عندك كزبرة ناشفة تحمصيها وتضيفيها عليها، برضو بتديها نكهة حلوة قوي. الزيت بقى استخدمي زيت زيت يكون نوعه كويس، وكمان حطي حبة حلوين كده في الطاسة، وما تقلقيش هترجعي تستخدميهم تاني، يعني كل الكمية دي هترجعي تستخدميها تاني. صفيها وحطيها في برطمان نضيف وخصصيها إن دي لقلية الفلافل، هتقعد معاكي مثلا 3 4 مرات كمان. الزيت هنا أنا حطيته على درجة حرارة متوسطة علشان الفلافل تستوى وتاخد لون من برّه. لكن أنتِ لو حطيتيها على نار عالية طبعًا مش هتستوى تاخد لون من فوق ومش هتستوي من جوّه. استخدمت هنا بقى معلقة كده الآيس كريم علشان تطلع معايا كده مدوّرة، وحطيت عليها شوية من السمسم، وبعد كده استخدمت إيديّا عادي خالص، بتبططيها كده بإيدِك وبتكون جنبِك كوباية من المَيّة، بتبلي فيها إيدِك علشان ما تلزقش معاكِ، وبترشي عليها كده رشة من السمسم، وبتنزّليها على طول في الزيت. لو حابة بقى إن أنتِ تضيفي لها بيض، تضيفي لها كمان تحشيها بالبسطرمة، تحشيها بالجبنة، حطي بقى كل الإضافات اللي ولادِك بيحبوها، بجد بتطلع معاكِ تحفة. بُصّي بقى زي ما أنتِ شايفة كده ما لزقتش معايا، وكل واحدة ابتدت إنها تنتفخ، وكل ده من غير طبعًا لا baking powder ولا كربوناتو ولا أي حاجة، السر في كوباية المَيّة، وإن إحنا ضربناها كويس وحطيناها في الخلاط. زي ما أنتِ شايفة كده، ده هنا بقى شكلها بعد ما طلع، بجد شكلها تحفة، وكمان ريحتها ما شاء الله، وبالسمسم أهيّة، ولو عايزة تحشيها كمان زي ما قُلت لِك احشيها بتطلع معاكِ مضبوطة جدًا. اعملي بقى لولادِك أحلى ساندوتشات، وكمان فرّزيها وهتقعد معاكِ كمية حلوة، هتطلع معاكِ كمية حلوة وهتوفّري فيها. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لي لايك واكتبوا لي كده تعليق حلو، واستنوني في فيديو تاني إن شاء الله.